السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هوعدك بقى هتاكلي اجمل صينيه فراخ كده في الفرن باجمل تتبيله، وعايزه اقول لك كمان باجمل فرشه خضار في الصينيه كده من تحت. وطبعا اكله زي دي مش هتمشي من غير حله محشي. ونخش على تتبيله الفراخ. معانا هنا بصلتين مبشورين وطماطميتين. اهم حاجه بقى يا جماعه التتبيله ملح وفلفل وماجي وبصل بودر وتوم بودر. وهننزل عليهم بكيس مايونيز وكيس كاتشب بما يعادل معلقه ومعلقه كبيره. وهننزل عليهم بشويه خل وحبه زيت. ومعانا هنا اجمل تتبيله للفراخ في الفرن يا جماعه. وهنبدا نقلب التتبيله في بعض. هناخد التتبيله دي وهنقسمها جزئين. هناخد جزء هنفرشه كده في الصينيه لما ننزل بالخضار. معانا هنا بطاطسيتين انا مقطعاهم شرايح رفيعه، وبصل جلوان وبطاطس وطماطم برضو. وهناخد جزء من الخلطه بتاعه الفراخ، وهنتبل بيهم الخضار بايدينا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. النهارده اوعدك هتاكلي اجمل فراخ بصراحه، تحفه تحفه جدا في الفرن. واجمل ما فيهم بقى شويه الخضار اللي تحت دول اللي يتاكلوا كده حاف لوحدهم بعيش بقى بشويه رز. اوعدك النهارده هتعشقي النهارده الطريقه دي. وهنقطع الفراخ ونفتحها بالطريقه دي عشان نحط فيها التتبيله وندخل فيها التتبيله كده زي ما انتم شايفين. وقطعنا الفراخ بتاعتنا وهننزل باجمل تتبيله للفراخ. هنبدأ نتبلها. وطبعا مسخنين الفرن. طبعا لا، احنا قبل ما نسخن الفرن، انا اسفه جدا يا جماعه، انا عامله الفيديو ده كده على يومين، وهنبات التتبيله الفلسطينيه دي كده في التلاجة. وتاني يوم ابتديت اسويها وادخلها الفرن. وطلعت يا جماعه تحفه تحفه تحفه. وشايفين الخضار مستوي وجوسي جدا. واشوفكم بخير حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم.